ازيكم يا شباب، معاكم زيزو، عمر، سمير من ويكي ويلرز. النهارده هنعمل حلقه كده صغيره عن حاجه مهمه جدا، هي البريكنج سيستم. ناس كتيره قوي مش عارفه انواع البريكنج سيستم ومش عارفه ازاي تفرمل صح. ده بيسبب للبايكرز عامه انهم بيعملوا حوادث. طيب في 3 انواع للبريكنج سيستم. اول نوع، تعالوا كده معانا شويه، فرامل قدام. تاني نوع، فرامل ورا. تالت نوع طبعا هو مش متشاف، يعني ملوش مكان، اللي هو الانجن بريك. طيب ايه الانجن بريك؟ الانجن بريك سامبلي ان انا بكلبش الموتور، زي سواقين النقل والتريلات لما بيبقوا ماشيين على سرعه عاليه، فرامل الهواء ما بتلحقهمش، بيغرق الموتور بالديزل، فالموتور بيتكلبش وقوه الدفع اللي بتحرك العربيه او الشيء بتقف، فده بيساعد انها بتقف بنسبه كبيره. طيب ازاي نفرمل وامتى وايه العوامل المختلفه؟ طيب في طرق كتيرة وفي مدارس كتيرة على حسب البايك، على حسب الطريق. رملة، زيت، اسفلت كويس، السرعة، الطريق وقف فجأة، نوع الفرملة نفسه بيفرق. بس احنا هنتكلم جينيريك. في مدرسة البايكرز اتفقوا عليها انهم يستخدموها. الاول عايزين نوضح فكرة ايه الفرق ما بين الفرامل اللي قدام والفرق ما بين الفرامل اللي ورا عامة. الميكانيزم اللي بيحصل كالتالي، ان انت وانت ماشي لما بتيجي بتفرمل، الويت بتاع البايك، الوزن كله بيروح على العجله اللي قدام، فطبيعي الاحتكاك ما بين العجله والاسفلت او الارض بيبقى اكتر بكتير من الاحتكاك ما بين العجله اللي ورا والاسفلت. الافشنسي بتاعت الفرامل اللي قدام في الوقت ده بتبقى عاليه. الاستاتستكس في بعض البايكس بتقول ان الافشنسي بتاعت العجله اللي قدام بتبقى 90% وورا 10%. فتخيل 10% تستخدمهم اكيد مش هيأثروا في حاجه. طيب هتواجهنا مشكله تانية، ايه هي؟ ان العجله اللي قدام حره بتتحرك يمين وشمال ومعرضه ان البايك تتقلب على وشها. طيب نحل الموضوع ده ازاي؟ ان احنا هنستخدم الاثنين مع بعض. طيب في ميكانيزم واحنا بنستخدم الاثنين مع بعض؟ في ميكانيزم، عمر هيورينا الميكانيزم. ان انا عايز اوقف البايك بشكل مفاجئ الاثنين مع بعض. ايه فكره الميكانيزم؟ ان انا ورا عندي 10 مثلا في المية وقدام عندي 90%، فطبيعي مش هدي نفس البريشر ما بين الاثنين، لان انا لو اديت نفس البريشر فالباور قدام هتبقى اعلى بكتير، فده هيخل بتوازن البايك. طيب عمر ماشي دلوقتي على الطريق، فجاه الطريق وقف، عايز يفرمل. احنا مش هنستخدم الانجن بريك دلوقتي خالص، مش هنتكلم عنه، هنتكلم عن الفرامل ورا وقدام مع بعض. تمام؟ دلوقتي هنتكلم ان عمر هيستخدم الاثنين مع بعض. عمر هيستخدم رجله وهيستخدم ايده، بس البريشر على الرجل هيبقى اكتر بكتير من البريشر على الفرامل الايد. تمام؟ هيسبق باجزاء من الثانيه بالرجل. بالنسبه للايد هيستخدم بريشر تدريجي وثابت، يعني هو مش هيقفش قدام فجاه ومش هيقفش ورا فجاه. وريني يا عمر. زي ما انتم شايفين هو بيشد بتدريج ثابت على فرامل قدام، وفي نفس الوقت البريشر على فرامل الرجل اعلى بكتير. الفراكشن ما بين العجله اللي ورا اقل بكتير من الفراكشن ما بين العجله اللي قدام. وانت ماشي، لو ماشي مثلا على 100 واستخدمت فرامل اللي ورا، هتلاقي ان البايك بيعوم منك. طيب الحل ايه؟ ان انت تحل الموضوع ده باستخدام الفرامل اللي قدام. خد بالك البريشر اللي بتحطه على فرامل قدام. بالنسبه للانجن بريك، مرحله متطوره شويه من انواع الفرامل، مش هننصح بيها يعني اصحابنا البيجنرز في ركوب البايك. سمبلي انت هتكلبش الموتور. طب هتكلبش الموتور ازاي؟ ان انت هتسقط نقلات، انت ماشي مثلا على السادس هتنزله على الخامس على نفس السرعه، فالموتور هيكلبش، هيروح وهيجي معاك. برضه عمر هيورينا ازاي يعمل ده. عمر ماشي على السادس دلوقتي، عايز يكلبش الموتور وينزل على الخامس ويرجع يكلبشه وينزل على الرابع، وهكذا. هيعمل ايه؟ داس دبرياج، سقط نقله برجله، ادى سنه فرامل الناحيه الثانيه، كده بقى على الخامس، رجع تاني دبرياج، رابع، سنه فرامل، وهكذا. الموتور كل مره بيكلبش. نقدر نقول كده ببساطه هو يعني اي بي اس بلدي. يعني ما ننصحش البايكرز البيجنرز ان هم يستخدموا الاسلوب ده دلوقتي. خلينا في قصه فرامل قدام فرامل ورا، وان هو بس يبالانس ما بين الاثنين في الضغط عليه. يا رب المعلومه تكون عجبتكم. استنونا في الحلقه الجايه. درايف سيف. كان معاكم زيزو، عمر سميدة. مع تحياتي كويس. باي باي.